الأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة ولا لا؟ طيب من قيدها بكونها صفيقة فهو يزعم قيدا. أين الدليل على هذا التقييد؟ ولذلك القول الصحيح جواز المسح على الخفين الشفافين. طيب ومنهم من يقيدها بألا تكون مخرقة. أين الدليل على هذا القيد؟ ما في دليل. فإذا القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. ومنهم من يشترط أن تكون من جلد. أين الدليل على هذا القيد؟ ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الجوربين والخفين أيا كان نوعهما وجنسهما. ومنهم من يشترط أن يكون ثابتا بنفسه. طيب أين الدليل على هذا القيد؟ الأدلة مطلقة ما في هذا الشرط. ليش تقيد الناس بقيود ما عليها دليل؟ ولذلك بالقول الصحيح أنه يجوز المسح عليها كالزربول ولو لم تثبت إلا بشدها، مثل المسطار حق العسكريين ما يثبت إلا بشده ولا لا؟ بخيوط. هذا يمسح عليه. فإذا كلها الشروط اللي ينص عليها الفقهاء في مسألة المسح على الخفين هي قيود لا دليل عليها، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. أعطني دليل. طيب منهم من قيدها باليوم والليلة المقيم، نقول نعم قيد مقبول لوجود الدليل. 3 أيام بلياليها المسافر، العين والرأس، وجود دليل. أن تكون مسبوقة بطهارة كاملة، يا مرحبا وأهلا وسهلا، قيد مقبول. ليش قبلنا هذا وردنا هذا؟ دليل، ما نمشي إلا مع الدليل. وجد الدليل على القيد أهلا وسهلا، ما وجد الدليل والله لو يقول أكبر العالم. كلام العلماء يستدل له لا به، مع كمال الاحترام والتقدير له ولقوله، لكن أعتذر عن قبوله. أنت لست الله ولا رسول الله حتى أقبل تقييداتك بلا دليل. ومن القواعد أيضا